مرحبا بكم مشاهدينا دائما بالحديث عن مونديال قطر 2022. طبعا أخذنا آراء بعض اللاعبين المحترفين العرب هنا في الدوري القطري، من مدافع التحيل المغربي المهدي بن عطية، نبيل الزهر لاعب الأهلي، وأيضا أيمن عبد النور المدافع التونسي الذي ينشط مع فريقه أم سلال، وأيضا معنا الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي الغرافة عدلان قديورة. عدلان مرحبا بك معنا ضيفا في بين سبورت. شكرا لكم. عدلان، سنتان الآن تفصلنا عن انطلاق أكبر وأهم حدث كروي وهو كأس العالم هنا في قطر لأول مرة في بلد عربي. أنت هنا في نادي الغرافة منذ 2019، كيف تجد التحضيرات هذا البلد لهذا الحدث الكبير؟ أولا أنا سعيد جدا بتواجدي هنا في قطر منذ العام الماضي. هناك كأس العالم المرتقب تنظيمها هنا. هناك استعداد كبير لاحتضان هذا الحدث، وقد لمسنا ذلك في البنيات التحتية المتوفرة هنا من خلال مباريات الدوري القطري في ملاعب رائعة مزودة بالتكييف. وأنا شخصيا أنتظر المونديال بفارغ الصبر، وأظن أن هذه النسخة ستكون واحدة إن لم أقل الأفضل على الإطلاق. وأنا سعيد جدا عندما أشاهد البلد والناس كيف يرحبون بالضيوف، وأنا مرتاح هنا، وأظن أن التنظيم سيكون في القمة في حدث رائع ينظم لأول مرة في بلد عربي وفي منطقة الشرق الأوسط. qui se déroulera pour la première fois dans le Moyen-Orient et au Qatar. Non, déjà en plus on a joué dans les stades qui sont très récents, très modernes. لعبنا في ملاعب حديثة مزودة بتكنولوجيا عالية كملعب الجنوب بالوكرة، ولقد زرت أيضا ملعب البيت الرائع الذي يتميز بالأشياء الخاصة، وهو بالنسبة لي أحد أفضل الملاعب المونديالية، وملعب المدينة التعليمية الجميل. أعتقد أننا سنعيش كأس عالم خاصة واستثنائية. ما شاهدناه أيضا هو أنه وفي ظل أزمة كورونا واصلنا اللعب في الدوري وسط إجراءات وقائية صارمة وبتنظيم ممتاز من طرف المسؤولين في الاتحاد القطري لكرة القدم، ونحن محظوظون بذلك، ونحن في أمان هنا بفضل السلطات التي وضعت كل شيء رهن إشارتنا. وعندما نشاهد كل هذه التحضيرات هنا من المترو الحديث وسوق واقف الشارب اللؤلؤة، جميعها مناطق رائعة سيستمتع كل من يحضر إلى هنا. الفنادق ممتازة، وأظن أن الجميع سيستمتع كثيرا بالقدوم إلى قطر. مهدي مرحبا بك في بين سبورت. شكرا، أنا سعيد بالتواجد معكم. نحن في شهر نوفمبر، عامان بالضبط تفصيلنا عن انطلاق كأس العالم 2022 لأول مرة في بلد عربي وفي هذه المنطقة. ماذا يمكنك أن تقول عن ذلك؟ نعم، هذا فخر بالنسبة لجميع البلدان العربية. أخيرا سيتمكن بلد عربي من احتضان حدث كبير ومهم ككأس العالم. هذا في حد ذاته فخر بالنسبة لنا جميعا. أظن أن اختيار قطر لاحتضان المونديال لم يكن صدفة، هو بلد لديه الإمكانات اللازمة والمناسبة لاستضافة حدث مهم كهذا. أنا أعيش هنا منذ قرابة عام ونصف، والحمد لله نحن نعيش أوقاتا ممتازة، وحقا الحياة هنا رائعة، ونشاهد التحضيرات لكأس العالم سواء من ناحية الفنادق ومختلف البنايات، والبلد حاليا يعيش العديد من الأشغال. شاهدنا الملاعب التي أصبحت جاهزة والملاعب التي لا تزال قيد الإنشاء، ونعلم أن النسخة المقبلة ستكون مثالية. وأنا شخصيا أظن أننا سنعيش مونديالا في القمة، وكلنا متشوقون لعيش هذه اللحظات. أنا شخصيا لا أدري إن كنت سأبقى هنا أم لا إلى غاية 2022، ولكن مهما كان الوضع سأكون سعيدا جدا بحضوري هنا لمتابعة كأس العالم في قطر. نعم، الملاعب رائعة، خاصة الطريقة التي صممت بها. وهنا أتحدث عن هندسة هذه الملاعب، وهي مختلفة عن الملاعب في القارة العجوز. صممت بطريقة حديثة وجميلة جدا على غرار ملعب الجنوب، حيث كانت لي الفرصة لكي ألعب أول مباراة به في نهائي كأس أمير دولة قطر العام الماضي، وجلب لنا الحظ حيث توجنا بالكأس. الملعب كان مملوءا عن آخره، والأجواء
الأجواء كانت خاصة. لعبت لسنوات طويلة في أوروبا والآن أنا هنا، وإذا تحدثنا من جانب البنية التحتية والمنشآت الرياضية فهذا مستوى عال جدا، وهذا ما قلته من قبل. قطر وفرت كل الإمكانيات وهيأت جميع الظروف من أجل احتضان هذا النوع من البطولات الكبرى، والشيء الأجمل هو أن كل من سيأتي عام 2022 لمتابعة مباريات كأس العالم ستكون الفرصة مواتية بالنسبة له من أجل اكتشاف أن العيش في هذا البلد رائع، وهذا أمر رائع. أنا قبل ما نجي لقطر كانت عندي عروض من عدة دول كبيرة في الكورة وعندها تقاليد، لكن قررت باش نجي لقطر لأنه عارف اللي كل عيون بتاع العالم باش تكون في قطر إن شاء الله عام 2022. وعندما كلمني الإطار الفني والإطار الإداري بتاع أم صلال وافقت ديريكت، على خاطر نعرف اللي فما ملاعب جديدة ونقولوا نحن بالفرنسي الانفراستركتور معناها كبيرة برشا. الحمد لله جيت وشفت قدامي نلقى معناها حاجات معناها الحقيقة حتى مش موجودين في أوروبا. هذا شرف للعرب وشرف لنا نحن كملاعبية عرب ونلعبوا لهنا في ملاعب معناها وفي ملاعب زادة متاع التمرين زادة كويسة. إن شاء الله بتكون 2022 دولة قطر إن شاء الله بتكون حاجة باهية برشا، وأنا نقول ربي يوفقهم وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. والله صحيح أنا كنت 10 سنين أو 11 سنة نلعب في أوروبا ما بين الدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري الإسباني. هون معناها تجربة جديدة، تجربة عندي 3 شهور هنا في قطر، تجربة حقيقة تامة معناها باهية وكبيرة وعجبتني ياسر. إن شاء الله بتكون كانت البداية باهية، وإن شاء الله نكمل كيما البداية متاعي إن شاء الله. يحضر معنا أيضا نبيل زهر لاعب نادي الأهلي القطري للحديث عن تجربته هنا في قطر. مرحبا بك ضيفا معنا في بين سبورت. Première expérience ici بعد سنوات طويلة في أوروبا، خاصة في الدوري الإسباني في الليغا. أنت الآن في تجربة جديدة في قطر، في هذا البلد الذي سيحتضن بعد عامين فقط من الآن مونديال 2022. كيف وجدت الأجواء هنا؟ جميل جدا، لقد تفاجأت حقا بمستوى الدوري القطري. فرق لها مستوى جيد وأنا مرتاح هنا وسعيد جدا بالتواجد في هذا البلد. نبيل، مع بداية العد التنازلي لانطلاق كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في بلد عربي، وهذا شرف بالنسبة للعرب، كيف وجدت التحضيرات لهذا الحدث وأنت هنا في قطر؟ أظن أن قطر ستكون جاهزة لاحتضان هذا الحدث الرياضي الكبير، وستكون نسخة رائعة. لقد كانت لي الفرصة وأن لعبت بعض المباريات بملاعب المونديال، وكان الأمر ممتازا وأنا متشوق لحضور هذا المونديال هنا. ستكون احتفالية جميلة تمثل كل الدول العربية، وقطر تستحق ذلك. أظن أنها ستكون نسخة مختلفة والأفضل على الإطلاق. هذا بلد قام بمجهودات كبيرة من أجل توفير أحدث التقنيات مع ملاعب حديثة لا تبتعد كثيرا عن بعضها، والجماهير ستكون قريبة من بعضها أيضا، ما سيجعلها احتفالية رائعة.